عندها اكبر بنك للجلد البشري في العالم، وفي نفس الوقت ما عندهاش ولا متبرع واحد. جنود جيش الاحتلال لما اقتحموا مجمع الشفا الطبي من كام يوم نبشوا القبر الجماعي وسرقوا جثث الفلسطينيين المدفونه هناك، وفي الاغلب هيكون مصيرها نفس مصير جثث المعتقلين اللي بيموتوا جوه السجون وبيسرقوا جلودهم واعضائهم، وفي الاخر بيرموهم في مقابر الارقام اللي بيدفنوهم فيها، وبيكتبوا على قبر كل واحد فيهم رقم معين مرتبط بملف فيه كل تفاصيل الجثه المدفونه والاعضاء اللي خدوها منها. وده في قانون اي بلد بيعتبر جريمه، بس الموضوع معاهم مختلف كالعاده، وبيحصل من زمان جدا، من اول ما فكروا يعملوا بنك للجلد سنه 73 عشان يعالجوا حروق الجنود اللي راجعين من الحرب، ونفذوا الفكره سنه 1985، ومع الوقت بقى عندهم اكبر بنك للجلد في العالم. والغريب في الموضوع ان بالنسبه لعدد السكان في تل ابيب مستحيل يوصلوا للترتيب العالمي ده. ومن النقطه دي بدا الصحفي السويدي دونالد بوستروم يدور ورا مصدر الجلود دي، ولقى ان احتياطي الموجود في بنك الجلد وقتها وصل 170 متر مربع، وده رقم كبير جدا. والمفاجاه ان نسبه تبرع المستوطنين كانت معدومه تقريبا، لانهم رافضين الفكره اصلا لاسباب دينيه. وفي سنه 2001 فضحهم قدام العالم كله، ونشر تحقيق كشف فيه عمليه سرقه منظمه لجلود الفلسطينيين. وبعدها اتعمل فيلم وثائقي في 2009 اتقالت فيه اعترافات مرعبه على لسان المدير السابق لمعهد الطب الشرعي الاسرائيلي، وشرح فيه كل حاجه كانت بتحصل ازاي. وبرغم كل ده لسه لحد دلوقتي العمليات القذره دي بتتم بكل بجاحه، وسرقه الجثث بقت في العلن. والسؤال بقى، لحد امتى هيدوا نفسهم الحق لامتلاك البشر احياء واموات من غير ما حد يحاسبهم؟